أيقونة الشتا كيكة البرتقان. بمناسبة دخول الشتا كل الناس بتبقى حابة تحضر كيكة البرتقان مرتين و3 مرات في الأسبوع، علشان كده هنحضرها مع بعض. الكيك من جوه لونها فاتح وجميل جدا وهشة وخفيفة قوي، ده غير كمان ان البرتقان عطيها ريحة قوية ونفاذة قوي، وان شاء الله كمان مكوناتها تكون متوفرة وفي كل بيت. هنحضر كمان معاها جليز البرتقان بقوام مظبوط قوي، مش كل ما نحطه كده على الكيك يقع منها، لا القوام هيكون مظبوط جدا. يلا بينا نحضرها مع بعض. بس لأول مرة بتشوفيني أنا رحاب، ما تنسيش تعملي سبسكرايب لايك وشير وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بقدمه. كل المقادير اللي هقولك عليها بالأكواب والمعالق المعيارية. أول حاجة هنحضرها المكونات السائلة. طبق كبير هضيف عليه 4 حبات من البيض تكون بدرجة حرارة المطبخ. ضفت كمان معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة لأن احنا حاطين كمية من البيض، وضفت كمان معلقة كبيرة من الخل بيساعد على ان الكيك يطلع معاكي لونها فاتح وفي نفس الوقت كمان هشة جدا. ضفت كمان كوباية من السكر سواء بمضرب البيض او بالخلاط اللي متوفر عندك. هخفق بقى البيض والسكر كويس جدا مدة ما تقلش عن 5 دقايق، لحد كده ما القوام يكون كريمي واللون يكون فاتح بنفس الشكل ده. ابتدي كده الكيك معاكي بطريقة مظبوطة علشان تنتهي معاكي بطريقة مظبوطة وتبقى هشة وخفيفة جدا معاكي. بعد كده ضفت معلقة كبيرة من بشر البرتقان ونص كوباية من الزيت. الناس اللي بتقلق ان بشر البرتقان هيدي كده طعم مر للكيك، ده ما بيحصلش خالص، بالعكس الريحة بتبقى قوية جدا والطعم كمان بيبقى حلو قوي. هقلب بقى كده او اخفق لمدة دقيقة. بعد كده هضيف نص كوباية من عصير البرتقان الفريش، وهضيف كمان ربع كوباية من الزبادي وبرده تكون بدرجة حرارة المطبخ، وبرده هقلب لمدة دقيقة. كل الخطوات دي بتطلع معاكي كيكة هشة وجميلة جدا. كده خلاص المكونات السائلة بقت جاهزة. نحضر بقى المكونات الجافة. معايا كوبايتين من الدقيق المنخول، وأنا كمان استخدمت دقيق مخصوص للكيك، بيبقى مضاف عليه نسبة من البيكنج باودر ومضاف عليه نسبة من الملح، ولكن انت لو عندك دقيق متعدد الاستخدامات انخليه كويس جدا وهتضاعفي كمية البيكنج باودر اللي انا هحطها وهتضيفي كمان ذرة من الملح. انا استخدمت معلقة صغيرة من البيكنج باودر، انت هتضيفي معلقة كبيرة من البيكنج باودر وذرة من الملح. ضفت كمان معلقتين كبار من النشا، وهضيف كمان معلقتين كبار من الحليب البودر. ناس كتير مش بتحط نشا في الكيك ولكن بيديها قوام حلو قوي. وزي ما انتي متعودة مني دايما بقولك ان المكونات الجافة مهم جدا ان هي تتقلب كويس قوي مع بعض، علشان فيها بيكنج باودر، علشان الكيك تطلع معاكي في النهاية كلها ارتفاع واحد. هاخد بقى كده الدقيق واضيفه على المكونات السائلة شوية بشوية. انا ضفتهم على 3 مرات، وبين كل مرة والتانية بقلب كده بالهاند ويسك لحد ما الدقيق يختفي معايا خالص. ما تحطيش الدقيق كل مرة واحدة علشان خليط الكيك ما يكلكعش معاكي. كده خلاص اخر شوية معايا من الدقيق. استخدمت كمان الاسباتيلا او المعلقه وجبت كده من تحت لفوق علشان اتاكد ان الطبق من تحت ما فيهوش دقيق خالص. وبكده خلاص خليط الكيك معايا بقى جاهز، وهو دوت القوام بتاعه زي ما انت شايفه كده. القوام متوسط، لا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي. انا هستخدم صينيه مقاس 24. تقدري تستخدمي اي صينيه عندك سواء بقى مدوره مربعه مستطيله او بايركس اللي متوفر عندك. دهنت كده بدهنه بسيطه من الزبده وهبدرها كمان بالدقيق، وتقدري تستبدلي الزبده بدهنه بسيطه من الزيت وبرده تبدريها بالدقيق. ضفت كده حوالي معلقه كبيره من الدقيق وهوزعه كده كويس. الخطوه دي مهمه قوي علشان لما نيجي نقلب الكيك ما تبقاش لازقه في الصينيه. هضيف بقى كل كميه كده خليط الكيك زي ما انت شايفه كده. الخليط مظبوط قوي والقوام بتاعه مظبوط جدا. هزيت بقى الصينيه بتاعتي شويه كده عشان كلها تكون سوا واحد، وبستيك كده حاولت ان انا افرغ البابلز اللي بتبقى موجوده في الكيك. كده خلاص خليط الكيك بقى جاهز يدخل الفرن على درجة حرارة 170 على الرف الأوسط. قعدت معايا بالظبط 45 دقيقة. تقدري كده تختبريها بستيك بعد حوالي 35 دقيقة. لو طلع معاكي ناشف ومظبوط كده خلاص تبقى الكيك استوت. غطيتها كده وسبتها لحد ما تبرد تماما، وبعد كده قلبتها على طبق التقديم. مش قادرة أقولك طبعا ريحتها كانت قوية ازاي وحلوة جدا، ولونها كمان مظبوط جدا جدا زي ما انت شايفة كده. هنسيبها لحد ما تبرد تماما. ودلوقتي هنحضر جليز البرتقال. كوباية كبيرة من السكر البودر، ويفضل يكون الجاهز لأنه بيبقى مضاف عليه نشا. بعد كده ضفت معلقة كبيرة من بشر البرتقال، ومعايا كمان معلقة كبيرة من عصير البرتقال ومعلقة كبيرة من الحليب. أنا مش هضيفهم شوية بشوية، أنا هضيفهم نقطة نقطة
خلي بالك ما تحطهمش كلهم مرة واحدة، لأن السكر ممكن يدوب معاكي على طول، وهتلاقي بقى إن الجليز معاكي بقى خفيف جدا. أنا بضيف نقطة نقطة وأقلب لحد كده ما أوصل للقوام المظبوط. أنا عاوزة القوام يكون متماسك، ما يكونش خفيف خالص. بعد كده بقى حطيت حوالي طرف المعلقة كده من ملون الطعام اللي هو بيبقى لونه الأورنج، كنت عاوزة كده إن اللون يكون فاقع قوي، وقلبت عطالي بصراحة لون فاقع وكان عاجبني جدا. فضلت بقى كده أقلب لحد ما القوام معايا بقى مظبوط. بعد ما الكيك تبرد تماما هتبتدي بقى تزينيها كده بجليز البرتقال. بصي بقى الجليز قوامه مظبوط ازاي، كل الجليز اللي بيقع في الطبق دوت تقدري تشيليه وتحطيه مرة كمان. الجليز بيمسك على الكيك ومظبوط جدا جدا. زينتها كده بقشر البرتقال، برضو عطاها كده شكل حلو قوي، وحطيت كمان شريحتين كده من البرتقال. بصراحة الشكل كان رهيب. تعالي بقى كده نقطعها ونشوف الكيك من جوه. بصي اللون فاتح ومظبوط ازاي، القوام كمان مش قادرة اقولك جميل قد ايه. الكيكة خفيفة جدا وهشة وطعمها حلو جدا، وريحتها كمان قوية وحلوة قوي. وبس كده وصفة النهاردة خلصت. أتمنى إن الوصفة تكون سهلة وبسيطة، مستنية رأيك فيها. الفيديو كمان لو عجبك ما تنسيش تعملي لايك، وبألف هنا وشفا، وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد.